هاي هيروز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. بصوا، طبعا في الفيديو ده انا صورت لكم البيت وانا برتبه اصلا من الاول، يعني رتبت لكم كل حاجه وانا برتبه من الاول، بس للاسف لقيت الفيديو اتمسح، فاضطريت ان انا اصور فيديو تاني وانا بقى بجيب اغراض البيت. طبعا ما جبتش كل حاجه، انا فقط جبت الملابس عشان اصور لكم فيديو عزل سريع وما يكونش الفيديو اتمسح وما اعرفش ان انا انزل لكم. بس طبعا انا عشان ما نزلتش من زمان هظبطكم بقى. طبعا هي الدراسة بدأت، فالجدول الجديد للتنزيل هيبقى كل اتنين فيديو جديد. و واحسن حاجه ان انا في تالتة اعدادي اختي بتقولي احسن حاجة ان انا في تالتة اعدادي. ومش هتروحي المدرسه. ايوه يا جماعة، تالتة اعدادي عندنا مفيش مدرسة، فما احتمال اصور لكم يعني كل اتنين هينزل فيديو جديد. طب ما تنسوش يا جماعة تحطوا لايك واشتراك، اهم حاجة، لو عشان يعني كنوع من الدعم وكده. المهم، كل اتنين هينزل فيديو ان شاء الله، واحتمال برضو انزل لكم كل اتنين، وبين فترة وفترة انزل لكم فيديو هدية كده غير يوم الاتنين برضو. يعني لما اكون فاضية هتلاقوا فيديو نزل على طول. وطبعا هيجيلكوا اشعار قبل بنص ساعة، لو انتم مفعلين لي الجرس قبل بنص ساعة يجيلكم اشعار، وهتكونوا اول ناس هتشوفوا الفيديو بتاعي. وطبعا بحب الناس جدا اللي بتشوف فيديوهاتي، الغاليين على قلبي اللي هو انتوا طبعا اللي بتتفرجوا على الفيديو دلوقتي، بحبكم جدا يا جماعة. ربنا يديمكم ليا ونكتر كده ونكبر عيلتنا مع بعض. طبعا لو انتوا لسه مشتركتوش اشتركوا. نكون خلصنا البيت، يعني بعد ما رتبته تعالوا بقى اوريكم شكله هيبقى عامل ازاي في الاخر. طبعا دي دخلة البيت، حطيت هنا الرملة بتاعت القطة بتاعتي، آه، وهنا الجزامة، وطبعا ده المطبخ، بس لسه ما حطيتش حاجات في الضلف او التلاجات. وهنفضل ماشيين كده. قولولي بقى يا جماعة فكرة للمكان ده، لاني لسه معرفش ليه اي افكار، يعني معرفش احط فيه ايه. انا كنت الاول عاملاه مكان للحصان. دلوقتي بقى يا جماعة دخلنا على الليفينج. تحفة يا جماعة، عجبني جدا 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 بجد. بصوا، بجد الكورنر اللي في الجنب ده حلو قوي، يعني اول مرة حد يعمله. آه والزرعتين اللي في الجنب دي برضو فكرة جديدة. بصوا يا جماعة، لو انتم مكملين معانا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. بصوا، طبعا في الاخر انا هحط لكم البيت بتاع شروق صاحبتي، في منكم عارفها وفي منكم مش عارفها، الله اعلم. المهم نكمل بقى، ندخل على البارك. بصوا انا حطيت هنا البايك دي، خدتها طبعا من عند البريد، كلكم عارفينها. وهنا في المرجحة دي، وهنا في الكراسي دي. طبعا لسه هحط واحد ورا بس نسيت. طيب كده خلاص انا عدلته. في هنا طبعا الكورنر بتاع ال القطة والكلب بتوعي اللي هما روكس وريكا. نطلع بقى على الطابق اللي فوق. طبعا ده التواليت، بس انا ما اهتمتش بيه قد كده، يعني عملته اي حاجة وخلاص. ما طبعا يا جماعه ما حدش يستغرب ان انا عاملاه في دخلة الدور العلوي كده، عشان ما لقيتلوش مكان مناسب ولا ده بصراحه ما اهتمتش بيه قوي. المهم دي بقى غرفة مامي. انا مش عارفه انا حطيت لها لي سرير اطفال ده، بس حطيته. هاي مامي، هاي يا ندى يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا مامي. المهم بقى نكمل. آه طبعا روكسي وريكا نايمين هنا اصحاب جدا يا جماعه. دي طبعا غرفتي، لو حد عنده افكار لاي حاجه يقول لي. طبعا يا جماعه انا برحب بافكاركم جدا. بصوا يا جماعه، انا ليه حطيت دي هنا؟ انا حاسه اللي مكتوب ندى، يعني هو اللي مكتوب، بصوا اهو، ان ايه ال ايه، يعني الفرق ال نخليها دي هتبقى ندى بالظبط، فانا حطيتها هنا وخلاص. نكمل بقى، ندخل على غرفة منى. ايه ده؟ يا فين منى؟ مش باين اهي منى، اكيد يعني قاعدة على الايباد زي كل يوم. هاي منى. سيبيني دلوقتي، انا بلعب جيم مهمه جدا مع اصحابي. ماشي يا اختي انت واصحابك. وهي بس كده يا جماعة، كده انا خلصت. ما تنسوش بقى تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، ولو عجبكم البيت او لو عايزين بيت لاشخاص اكتبوا لي عدد الاشخاص اللي انتوا عايزينها، وانا اعمل لكم احلى بيت فورا.
ولو انتوا كملتوا لحد هنا بجد انا ممتنه ليكم جدا وبحبكم يا احلى ناس في الدنيا كلها. وبس كده، مع السلامه. انا ما صورتش تصوير الشاشه عشان شروق عندها مش عندها على التابلت مش موجود تصوير شاشه، بس هي دلوقتي هتورينا. طبعا القمر دي شخصيتها. يلا يا شروق ورينا. طبعا يا جماعة تعالوا بقى موريكم بيتنا، وده بيت العائلة طبعا. انا والكلب بتوعي. ده الكلب ده جيسكي، وده ريمي. اساميهم غريبة بس عادي. ودي الضلفة للاكل بتاعهم، وده الليفينج روم طبعا. انا كده حبيت، قولولي ايه رأيكم. تعالوا بقى موريكم بقية البيت. بصوا هنا دي مثلا لو عايزين ايس كريم، هي واحدة نازلة اصلا. تعالوا بقى نجربها معاكم. يومي، تعالوا كلوا يا جماعة، تعالوا كلوا. دي بقى لو احنا عاملين عزومة مثلا، ده مكان للولاد او للبنات عادي برضو. وده النيش. انما هما بيبقوا سفرتين، واحدة رجال. ده المطبخ بقى، شوفوا مرتباه والله وتعبان. الكيتشن بتاعها تحفه بجد يا جماعه، تحفه. شوفوا. ان شاء الله ان شاء الله هطلع معانا ده في اللايف الجاي، وان شاء الله كلكم تخشوا بيتي واكلكم تورته وحاجات يعني. ان شاء الله لما اعمل لايف بقى، لما اكمل 300 مشترك على طول يا جماعه هعمل لايف. تعالوا بقى. نسيت اقول لكم انا حاطه الكرسي ده ليه. مثلا لو انا حاطه اكل على البوتاجاز، الكرسي ده هقعد عليه، انتظر الاكل بقى اما يستوي. ماشي، دي فكره ذكيه برضو. وده انا عندي بنتي توأم من ابني. هما الاتنين هما مش شبه بعض، بس هما قد بعض يعني. طبعا يا جماعه شروق في الاساس عندها 10 سنين، وعملنا لها عملنا لها عيله، فايه دمرت مستقبلها في اللعب. لا على فكره والله مش عندي 10، عندي 11. فرقت يا ست. ودي اوضه بقى. دي الاوضه بتاعتي انا واحمد طبعا. شروق. ايه رايكم في الاوضه؟ شوفوا ترتيب، والله تعبت على ما رتبت ده كل ده عشان خاطركم، والله تعبت برضو. هنا دي اوضه بنتي التوأم بقى. شوفوا معلش بقى لو الدولاب ما كانش مترتب، بس ايه وجعت تعمل كويس. ده الحمام، حاساه كبير شويه ومقفر، بس ان شاء الله المره الجايه يكون احسن واحسن. هو كبير بس ما فيهوش حاجات كتير. طبعا يا جماعه جوله سريعه كده في بيتي يعني بعد ما خلصته. طبعا السرير بتاع مامي انا دلوقتي غيرته وعملته السرير اللي انتوا شفتوه في الفيديو اللي في الاول يعني قبل كده. طبعا في حاجات انا غيرتها، حتى جبت بيت ريكسي روكسي وريكا. طبعا انا اتلخبطت بين كلب شروق وكلبي روكسي وريكا. ودي طبعا غرفتي اللي عدت دي، ودي غرفة منى. لكن انتوا في اللي انا وريتهولكوا قبل كده كنت حطيت الهدوم خلاص ورتبت. دي بقى البارك بتاعتنا، وده الليفينج يا جماعه. اي حد عايز ياخد فكره من البيت عادي ياخدها يعملها عنده. واللي عاوزين مثلا افكار لبيوت اكتبولي وانا هحط لكم الافكار. وده كده كان اخر حاجه وبس كده يا جماعه. مع السلامه، متنسوش اللايك والاشتراك. مع السلامه.